هلا، اليوم راح نحكي عن موضوع مهم بمجال الكل اللي هو زرع الكلى أو نقل الكل. هاي العملية يصير بها متبرع يتبرع بكليته بشكل طوعي وتنزرع عند شخص ثاني يحتاجها، وغالبا نسويها للمرضى لعدهم فشل كلوي مزمن أو ما نسميه مرض الكلى في المرحلة النهائية. يعني الكليتين اثنين هن متضررات بشكل ما ينصلحن، والمريض يكون على غسيل كل. هذوله المرضى هم اللي عادة يحتاجون زرع كلية. عادة نسويها بإحدى طريقتين، يا أما يكون زرع من متبرع حي أو من جثة متبرع متوفى. بالزرع من متبرع حي، شخص حي غالبا يكون قريب أو شخص عزيز على المريض يتبرع بكليته بإرادته ورغبته للمريض اللي يحتاجها حتى نقدر نسوي الزرع، واثنينهم يقدرون يعيشون بشكل طبيعي. من جهة ثانية، إذا ماكو مجال لمتبرع حي، نجيب العضو من شخص ميت دماغيا، عادة يسموها تبرع من جثة. المرضى اللي يصير عندهم موت دماغي بسبب حالات طبية أو حوادث سير أو أسباب ثانية، بعدما ناخذ موافقة أقاربهم أو الناس القريبين عليهم، يتم أخذ الأعضاء وتنطي للمرضى اللي على قائمة الانتظار الحكومية، وهذا يسموه تبرع من جثة. وبالإضافة لهذين الاثنين، أكو شيء ثالث يسموه التبرع بالأعضاء بعد توقف القلب. يعني المريض اللي يصير عنده توقف قلب، إذا نكدر نافذ الأعضاء خلال الدقائق الأولى أو خلال ساعة إلى ساعتين نكدر. هذا الأعضاء ممكن نستخدمها للمرضى اللي محتاجين. بالهند أغلب عمليات الزرع تصير عن طريق التبرع من شخص حي، وهذا يشكل تقريبا 90 إلى 95% من الحالات، وال5% الباقية أدر أو لا هي تبرع من جثة. هذا التبرع من شخص متوفي أو التبرع بعد توقف القلب بعدهما منتشرة عندنا بالبلد. شكرا.